اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة بقى هنعمل جاتو ان شاء الله بإذن الله هيعجبكم جدا. اول حاجة كان معايا كوبايتين دقيق اسبونج جاهز، كوبايات اللي هي المعيارية اللي هي بتبقى 250 ملي، وثلاث بيضات ونص كوباية من المية، وطبعا الفانيليا، واحط معلقة صغيرة بس تكون مليانة شوية من محسن الجل. طبعا انا الكوبايتين دي الاسبونج بيكونوا ازيد من الربع كيلو شوية، يعني مش بيكونوا ربع كيلو بالظبط، بيكونوا ازيد من الربع كيلو شوية. وبعدين هنضرب بقى المكونات دي كلها كده ببعضها لحد ما اللون بتاعه يبقى زي الكريمة كده، وبعدين الكمية كمان بتتضاعف شوية كمان، يعني زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الكمية بتاعتها زادت. وبعدين بقى كده القوام اللي هو المظبوط، هنجيب صينية مقاس 30 في 40 تكوني مبطناها الأول بالزبدة، وبعدين وحاطة ورقة زبدة في القاعدة بتاعة الصينية علشان يعني أضمن إن أنا أطلع الكيكة بكل سهولة ما تكونش ماسكة في الصينية خالص. بس هننزل بالخليط ده وهسويه كويس، هوزعه في قلب الصينية كويس، ما يكونش فيه حتة فيها مثلا خليط بتاع الكيكة كتير وحتة ما فيهاش. على قدر الامكان يعني تسويها تكون متساوية. وبعدين بعد ما نسويها نديلها خبطتين تلاتة كده على الرخامة او في الارض، يعني علشان تطلعي الهواء اللي موجود في قلب الكيك. بس هنعمل بقى الكيك اللي هو الشوكولاتة. كان معايا برضو كوبايتين، لا كوبايتين وشوية، لان اللي هو اسبونج الشوكولاتة لو عملتي نفس المقدار بتاع الفانيليا مش هتديكي نفس السمك، هتكون رقيقة شوية. فاحنا عشان ناخد نفس السمك بتاع الكيكة اللي هي الفانيليا فبزود شوية، يعني في الفانيليا عملنا كوبايتين اتنين من دقيق الاسبونج، في الشوكولاتة هنعمل كوبايتين ونص او 3 كوبايات كمان من دقيق الاسبونج اللي هو الشوكولاتة. وحطيت برضو 3 بيضات ونص كوباية مية والفانيليا ومعلقة من محسن الجل، معلقة صغيرة كده بس تكون مليانة شوية، يعني معلقة هرامية كده. وبعدين هنضرب بقى الخليط ده كله ببعضه. طبعا عشان مفيش حد يتكلم، يعني انا عامله يعني في نفس البوله اللي انا عملت فيها الكيكه الفانيليا، ما غسلتهاش لان ما هو ده كيكه وده كيكه برضه، بس التانية كانت فانيليا ودي بالشوكولاته، ونفس المقادير ونفس كل حاجه، فمش هيحصل اي مشكله خالص. وبعدين هنفضل بقى نضرب فيها لحد ما اللون بتاعها بصي بيفتح كده، بيبقى لونه فاتح مش بيكون غامق خالص. وبعدين طبعا جبت صينيه برضو مقاس 30 في 40 ومبطناها وحاطه ورقه زبده، وبعدين هننزل بقى الخليط بتاعنا وهنسويه كويس في قلب الصينيه. وبعدين طبعا لازما تديلها الخبطتين تلاتة كده في الارض عشان تطلعي الهواء. لو انتي ما اديتهاش خبطتين تلاتة كده فهيكون في قلب الكيكه هيكون فيها فقاعات كده، انت عارفه تبقى فيها فراغات كده في قلب الكيكه. طبعا هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، الرف الوسطاني هتشغلي الفرن بس مش هتشغلي الشواية. طبعا دي مش هتقعد زي التورته او زي الكيكه، لان ده السمك بتاعها رقيق شويه عن التورته او الكيك العادي اللي انت بتعمليه، فبالظبط هتقعد لها زي ربع ساعه او اقل كمان. انت طبعا تكوني يعني متابعاها. هتشغلي الفرن من تحت درجة حرارة 180 بعد مثلا ربع ساعة. شوفيها، افتحي الفرن بالراحة كده واختبري الكيكة بتاعتك، لو استوت يبقى خلاص كده تمام. تقدري اللي انتي تشغلي الشواية تاخد يعني لون خفيف كده من على الوش بس. احنا كده كده بنشيل الوش بتاع الجاتو او التورته، اصلا مش بنخليه، احنا بنشيل الوش بتاعه علشان ما يعملش عازل بين الكريمة وبين الكيك. طبعا بعد ما طلعت الكيكة وسبتها بردت وبعدين قسمتها بالنص زي ما انتوا شفتوا في الاول كده، وبعدين عملنا بقى الكريمة. كان معايا كوبايتين من المية، نص كوباية سكر، معلقتين لبن بودر. دوبنا السكر كويس، وبعدين بعد ما دوبنا السكر نزلت بيه كوباية من كريم شانتيه الخام، بس كده لحد ما تاخدي بقى بصي القوام ده كده. وبعدين بعد ما نعمل الخليط بتاع اللي هو الكريمة، يعني هنجيب بقى اللي هو السيرب الخفيف او حليب او اي بقى عصير او اي حاجة متوفرة عندك او انتي حباها يعني. آه، هت هتسقي الكيكة بتاعتك خفيف خفيف كده، يعني ايه مش كتير قوي.
وبعدين هنحط الكريمة، هنسويها كويس على الكيكة، وبعدين هنحط طبقة الكيكة التانية. طبعا انا بخلي الوش بتاع التورته او الجاتوه، الوش بتاعها اللي هو بيبقى القاعدة بتاعة الكيك عشان تكون متساوية. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا دي اللي هي على الوش دي كانت القاعدة بتاعة الكيكة من تحت. طبعا الكيكة كانت زي ما انتوا شايفين اتقطعت كده مني بس خالص يعني مفيش اي مشكلة. لو حصل يعني معاكي كده ما تقلقيش، مش هيحصل اي حاجة خالص. الكريمة بتخلي الكيكة تتماسك كلها مع بعضها يعني، مش بيحصل اي حاجة. ولما تيجي تقطعيها برضو هتتقطع كل خرطة يعني زي ما هي، مش هيحصل مثلا اللي هي مقطوعة من النص او كده، مش هتبان نهائي. طبعا بعد ما سوينا الكريمة كويس، جبت بقى ملمع جل. هنحط بقى ملمع الجل كده على نص الكيكة دي، والنص التاني هنحط عليها صوص مانجا. بس اسوي بقى ملمع الجيلي كده على الكريمه، وبعدين هدخلها الفريزر. لازم تدخلي الجاتو بتاعك قبل ما تقطعيه الفريزر مش اقل من ساعتين. ساعتين لو انت مستعجله قوي، يبقى يعني بصي ساعه بالكتير لو انت مستعجله خالص يعني. ساعه، وبعد الساعه حطيه في التلاجة. بعد ما تحطيه ساعه، لو انت هتخليه من بالليل حطيه في الفريزر مثلا ساعتين، وبعد الساعتين نزليه على الرف في التلاجة لحد تاني يوم الصبح، مش هيحصل اي حاجة خالص. طبعا دوت اللي هو الكيكة الشوكولاتة. هنعمل بقى الكريمة بتاعتها، بيبقى نفس المقدار بتاع الكريمة اللي هي الفانيليا، بس هنا بزود معلقة كاكاو ومعلقة نوتيلا فقط لا غير. معلقة الكاكاو بتديني اللون اللي انتوا شايفينه ده. لو انت عايزاه اغمق من كده فهتزودي الكاكاو، يعني تخليه معلقتين او معلقة ونص، على حسب انت بتحبي لون الكريمة بتبقى ازاي يعني، غامقة قوي او فاتحة او كده. ومعلقة النوتيلا بصي بتعزز لي طعم الكريمة، بجد بتخليها طعمها يعني في حتة تانية، تخليها تحفة. بس طبعا حطينا بقى الكيك، وبعدين خليط اللي هو السيرب الخفيف، وبعدين الكريمة، وتسويها كويس. انا مش بتك قوي لو انتوا واخدين بالكم، يعني مش من الاحراف كده، مش ببقى يعني ايه اللي انا لازم اسويها من الاحراف كويس وكده، لا، لان انا في الاخر هقطع الاحراف دي، فهي مش مهمة قوي بالنسبة لي. اوكي، انا اهم حاجة عندي اللي هو في النص، انما الاحراف كده كده انا هشيلها في الاخر، انا هشيلها. بس بعد ما حطينا الطبقة التانية، وهنسوي برضو الكريمة زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب بقى صوص الشوكولاتة، هحطه على الكريمة، بس مش هغطي الكريمة كلها صوص شوكولاتة، يعني مش هتبقى كلها سمرة، لان صوص الشوكولاتة بيبقى اسمر. انا مش هخليها كلها سمرة، لا، هتبقى بصي موجة، يعني ايه، حتة كده سمرة على حتة لون الكريمة، هتبقى شكلها جميل جدا. بس كده، مش هحط اكتر من كده، هوزعها بقى كويس. هنسويها بقى كده على الكريمة. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا هتبقى مواجه بنفس اللون اللي انتوا شايفينه ده. بتبقى بقى لما بتتقطع قطع بتبقى شكلها احلى كمان. بس هدخلها الفريزر وهسيبها بقى لحد تاني يوم. وبعدين في الوقت ده كان تاني يوم بقى الصبح، هنسوي بقى الاحراف. بصوا الاحراف انا بشيلها زي ما انا قلت لكم في الاول، علشان كده مش يعني مش بحط فيها كريمة كتير، او مش بيبقى عندي مثلا اللي انا لازما اساوي الكريمة في الاحراف كده، لا عادي، ما هي كده كده هتتشال يعني. ممكن بقى تاخدي الاحراف دي تعملي منها قبات صغيرة كده، ممكن تعمليها مثلا للولاد في البيت، مش اللي انت تخرجيها اونلاين وكده. آه هي كيكة وفيها كريمة برضو، مفيهاش اي حاجة. ممكن تستكفي اللي هي كده كفاية، فيها كريمة برضو خفيف، والكيكة بتاعتها برضو طرية على فكرة، مش ناشفة، يعني الاحراف مش ناشفة خالص. بس انا علشان بنقطعها علشان قطعة الجاتو تكون متساوية. هنبدأ بقى اللي احنا نقطع الجاتو بتاعنا. طبعا بين كل قطعة والتانية او قطعتين يعني، لازم تحطي المنشار بتاعك او السكينة في مية تكون سخنة جدا، تكون بتغلي، علشان تقطعي قطعة الجاتو تبقى متساوية.
الميه السخنه هتقطع لك قطعه الجاتوه، هتخليها متساويه، مش هتخليها مثلا ايه الكريمه تبقى نزلت على الكيكه او كده، لا هتكون كلها زي بعضها كده. بعد ما نقطعها بقى تكون متساويه. طبعا قطعه الجاتوه انا بقطعها 11 او 10 ونص في 4 ونص، يعني 11 طول في عرض مثلا 4 ونص او 5 ساعات. طبعا الجزء اللي احنا حطينا عليه ملمع الجل حطيت عليه كمبوت خوخ، والجزء اللي هو عليه المربى يا سوري اللي هو عليه صوص المانجا هنحط عليه وردات كده من الكريمة، وبعدين هنحط كريسبي لونه فضي. ممكن تحطي اي حاجة بقى يعني تعجبك، التزويق ده حرية شخصية، والشكل اللي يعجبك والحاجة اللي متوفرة عندك في البيت تقدري اللي انتي تعمليها عادي خالص. ممكن تستكفي اللي هي تكون كده بس بالصوص المانجا وملمع الجل كفاية، يعني لو انت مش عايزة تحط حاجة تاني. هنا في اللي هي الشوكولاتة برضو نفس النظام، سويت الكيكة بتاعتنا من الحراف، وبعدين هنبدأ اللي احنا نقطع. لازم تقيسي بمسطرة، الناس اللي هي مش هتعرفي تقطعي قطعة الجاتوه تكون كلها قد بعضها، يبقى بالمسطرة كده وتقيسي قبل ما تقطعي، وبعدين تبدأي اللي انت تقطعي. هنا بعد ما نقطع بقى الجاتو ده هعمل برضو وردات كده بالكريمة اللي هي مش كريمة طبعا الفانيليا، لا الكريمة اللي هي عليها شوكولاتة ونوتيلا وكده يعني. وبعدين هنحط كريسبي بقى لونه اللي هو الشوكولات العادي ده علشان تليق عليها يعني. بس طبعا لو انتي شغالة برضو اونلاين فلازما الجاتو بتاعك مش هتخرجيه كده يعني القطعة زي ما هي، لازما تجيبي الورق اللي هو بتاع الكب كيك، كل قطعة لازما تحطيها على ورقة كب كيك زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد ما نرص بقى الجاتو بتاعنا بتقفلي العلبة. لو مثلا العميل اللي هيستلمها منك مش هيجي في الوقت ده، فتقدري انت تحطيها في التلاجة، مش هيحصل اي حاجة خالص لحد ما العميل يجي يستلم الحاجة منك. بصوا قطعة الجاتو كانت يعني السمك بتاعها، الكيكة والكريمة برضو كانت السمك بتاعها جميل جدا، ما كانتش رقيقة. انا بشوف ناس بتعمل طبقة الكريمة او الكيكة نفسها بتكون رفيعة، مش بتكون سميكة كده. هي دي مش سميكة قوي قوي اللي هي يعني مرتفعة زيادة عن اللزوم، لا بس السمك بتاعها حلو. كده خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ أبرار. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.